خد يا حبيبي. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا سم ايه ده؟ ايه حبيبتي؟ ايه يا علي يا حبيبي اللي انت بتعمله ده؟ بهزر معاك. شوفك هتعملي ايه؟ هتعرفي تطلعي الكيس ولا لا؟ هو في هزار بالشكل ده؟ ما انا حبيت اشوف بقى انك اصل انت غاليه عليا يا حبيبتي، فلازم اضحك معاكي. شايفك اليومين دول يعني كده زعلانه، قلت اضحك معاكي شويه. تسلم لي يا حبيبي. طب يلا اشرب العصير. حاضر يا عينيا. يحضر لك الخير يا عيوني. انا فرحان قوي انك مهتمه بيا، وفي الايام الحر دي بتعصري لي عصير بايديكي. ولو ما عصرتش ليك انت يا حبيبي هعصر لمين وانا ليا غيرك في الدنيا؟ انا مش مصدق ابدا. بصي بصي. ايه ده؟ في ايه؟ اوعى تشربها. ها؟ اوعى تشرب هو إيه اللي العصير الراجل ده بيعمل؟ عشان العصير ده فيه سم. انت متاكده من الكلام اللي بتقوليه ده؟ انا متأكدة زي ما بقولك كده. ما تشرب يا حبيبي، مالك في ايه؟ يعني عايز ابص لك على طول. حاضر يا حبيبتي، حاضر حاضر اتفضل يلا. حاضر. مش عارفه انا مالي كده. يا سلام، شربته يا حبيبي؟ اما عصير لذيذ بشكل. تسلم ايدك. يسلم لي قلبك، مطرح ما يسري يهري. عصير جميل ومتلج. يا سلام. اسيبك بقى ترتاح شويه وابقى ارجع اطمن عليك. معقوله يا حبيبتي هتسيبيني؟ هتوحشيني الشويه الصغنطتين دول. يا حبيبي ما يوحشكش وحش، عن اذنك. انا هتعذب لما بتسيبيني. هتعذب. يا بابا ايه يا بنت؟ الحمد لله يا ايه بابا. اللي انت بتقوليه ده؟ الحمد لله، كنت خايفة قوي عليك يا بابا. انت متاكده؟ طب دوق وجرب. انت هتدوق بجد، صدقتني يا بابا. ايه؟ البلبلية ديت يا بابا مش هينفع انها تعيش معانا هنا تاني. كده حاطه لك حاجه في العصير، انت متخيل؟ الحمد لله ان انا شفتها، لو ما كنت شفتها كان زمانك. بقى كده يا اسماء، بعد ما لميتك من الشوارع ما كنتش تسوي 3 مليم، وجبت لك فستان وفستانين و3. عايزه تسميني يا مجرمه. عن اذنك يا بابا. اذنك؟ هتسيبيني للمتوحشه دي تاكلني اكل؟ تعالى هتسيبيني؟ قوم يا بابا. خد بقى. الو. ايه يا حبيبي؟ كل ده عشان ترد عليا؟ انا حطيت السم في العصير زي ما انت قلت لي، وكلها دواء وهيتكل على الله. بس اهم حاجه يكون بيعمل مفعول. يا بنتي عايز تخلصي من ابويا؟ انت واثق بقى ان هو هيعمل مفعول على طول؟ انا والله خايفه قوي حد يعرف. طيب بنته دي موجوده معانا هنا، يحسن تطلب الحكومه ويحصل حاجه. هيعمل مفعول على طول يعني؟ طيب بص، اول ما اعرف انه مات. طب سلام، في رجل بتخبط ليه؟ ما انا عارفه انك جاي. ايه يا حبيبتي انت احنا مش قلنا ان هي كلها 6 ساعات وهيكون مات؟ انا كل لما ادخل اكلمه الاقيه بيتكلم عادي، وشكل كده البتاع ده مش هيجيب مفعول. فين ده قاعد كويس ما فيهوش حاجه اهو. البت ايه الحربوقه دي مش مطمناني. رجلها رايحه جايه ورايا كده، وحاساها حاسه بحاجه. لا انت حطيت له السم متاكده في العصير؟ حطيته في العصير متاكده. امال في ايه مش يا بنتي؟ عارفة ده هو 4 ساعات بيكون خلاص. هو شكلنا كده ملناش نصيب نتجوز في السنه الطين دي. لا يا حبيبتي، يمكن هو اصل السم ده على حسب مناعه الواحد، يمكن هو لسه قدامه ساعه ولا حاجه وهيفرفر. طب هو شربه؟ وانت ليه ما جبتوش سم فران؟ يا بنتي ده قوي، شرب ولا ما شربوش؟ شربه كله. طب خلاص يبقى مات يا حبيبتي، خلاص. مات ايه؟ بقول لك بيكلمني. ايوه ما هو ساعه ولا بتاع وهيكون خلص خلاص. متاكد يا علي؟ انا متاكد وعارف انا بقول لك والله ايه. شكلنا احنا الاثنين لا نروح في ابو زعبل. يا بنت ابو زعبل ايه ده؟ السم ده انا ببص عليه بياخده من هنا، حتى الدكاتره ما بتعرفش ان هو اتسم ولا حاجه، بتشيل الاعضاء يعني اكنه مات موته ربنا، حاجه كده طبيعيه. وانت يعني لو الحكومه جت وشرحته كده مش حكومه هتيجي لايه؟ واحد هيموت لوحده على السرير. مش انت عملت اللي انا قلت لك عليه؟ نايمتها على السرير ونايم متغطي وبتاع بالحرف. بس اول ما هيموت مات خلط ربنا، ومين بقى اللي هيشك ولا اللي يقول؟ تفوقي كده وخليكي ناصحه.
يعني مش هيحصل لي اي مشكله. يا بنت السم طب ما ده تجيب جرعه كمان نديها له. كفايه عليه، لان ده بيوقف القلب، يعني هو كده مات بسكته قلبيه، فاهمه؟ انت مش قلت لي بيوقف الاعضاء؟ اول حاجه القلب بيوقف، ما خلاص كده سكته قلبيه، شكرا. طيب يا علي خلاص روح انت، أنا احسن ما حد عايزك- يشوفنا مع بعض. انا عايزك دلوقتي تخشي، ها، وخلي ما في حاجه خالص، اوعي تبقي مرتبكه ولا حاجه قدام البت بنته، ماشي. وعادي خالص كده، واقعدي وهزري وتحكي، واول ما يخش تصحي تلاقيه ميت رن عليا. حاضر. خلاص. ماشي. واول لو مات بقى يا لهوي والصواب بقى، موتي نفسك. ماشي. يلا انا هنزل. سلام. سلام. امشي امشي باي حاجه. يلا انا ماشي، اي حاجه تيجي. خد. يا بنتي في ايه؟ يا بنتي في ايه؟ ما كنا اتكلمنا جوه. ايه ده؟ وطي صوتك. هو انت صوت ليه وانت عامله؟ انا اللي عامله برضو. مرات ابوك كانت هتسم ابوك. نعم. ايه ده؟ هو الكلام اللي انت بتتكلميه ده بجد يا ايه؟ ولا حاجه ههزر معاك يعني، ولا اضحك عليك في موضوع زي يعني كده؟ ايه مرات ابويا عايزه تسم ابويا؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، كانت بتحط له بتاع دوت في العصير، وانا الحمد لله لولا ستر ربنا سمعتها وانا داخله انها بتكلم حد اخوها ولا ما اعرفش مين، وبتقول له انها هتسمه، يا نهار فاستخبيت ورا الكنبه ورحت خدت من ابوك كوبايه العصير. يعني ابوك ما شربوش الحمد لا لله؟ الحمد لله. طب كويس، ده اهم حاجه. طب ده الموضوع ده لو طب مش عارف. طب هو ابوك عارف اصلا ان العصير كان فيه سم؟ ايوه يا زكي انت، امال انا ازاي خدت الكوبايه من ابوك ما وفضيتها؟ انا فكرت خدتها من غير ما تقولي له. لا طبعا. يعني كده ابوك عارف ان مراته كانت عايزه تقتله. احنا بقى دلوقتي هنعمل ايه لحسن دي كده وجودها مع ابوك خطر كبير قوي. طب ما هو كده المفروض ابوك يطلقها، يعني ابوك مستني لحد دلوقتي طالما عارف. مش عارفه وانا مش عارفه اتصرف ومش عارفه اعمل اي حاجه وخايفه. طب ما خلاص، ما تتكلمي مع ابوكي وقولي له يا بابا كده مش هينفع تخليها على ذمتك وتطلقها. وانت رحت فين انت؟ لا ما انت اللي شفتيها يا ايه. ما انا شفتها، بس انت المفروض تتكلم، ده ابوك زي ما هو ابويا. طب خلاص، انت اتكلمي مع ابوكي وانا بعدها هتكلم مع البت دي. انت خايف تدخل لما عرفت ان الموضوع وصل لسم. يا ست انا هخاف من ايه؟ انا بقول لك انا هتكلم معاها واقول لها انت بتعملي كده ليه، واشوف الموضوع اوله ولا انا اتكلمت اخره. مع ابوك، قعدت واتكلمت معاه وقلت له يا بابا وما ينفعش، بس هو ما عرفش فيه ايه. مش عارف كده يا ايه. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ ما هو انا برضه مش هينفع اروح اتكلم مع ابوك كده وخلاص. عبده، انا جات لي فكره. ايه هي؟ تعالى وانا اقول لك. انت متاكده من الكلام ده؟ كده يا بابا، هي حاطه لك سم في العصير، انا بنتك ومش هكذب. سم في العصير ده اتهام خطير قوي، وانا ما اقبلش ابدا بحاجه زي كده. سمي لك انت في العصير. انا حاسس ان انت عشان متغاظه منها بتقولي عليها كده. يا حبيبي انت عارف انت ابويا وماليش غيرك في الدنيا، ازاي يعني هكذب؟ ايوه بس ده اسماء طيبه معايا وكل شويه تعمل لي اكل وعصير.